عاوز تعرف الدهب هيفرحك ولا هيكسر قلبك الاسبوع اللي جاي؟ استنى بقى، الفيديو ده فيه الاجابه اللي هتغير طريقه تفكيرك كلها، وكمان هكشف لك ازاي سياسات ترامب والفيدرالي ممكن تقلب الدنيا على دماغنا. عشان كده ما تنساش تعمل لايك دلوقتي، تشترك في القناه وتكمل الفيديو للاخر علشان هتلاقي مفاجاه مستنياك في الاخر. طبعا ما تنساش قبل اي حاجه انك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يا جماعه، كأن الدهب عامل فيلم أكشن كل أسبوع، مرة طالع فوق السما، مرة نازل كأنه نسى المفتاح بتاعه تحت. بس الأسبوع الجاي الدنيا شكلها هيكون ليها رأي مختلف. عايزين تعرفوا ليه؟ اسمعوني شوية. تخيل كده الدهب صاحي الصبح وقال يا جدعان أنا عاوز أخد استراحة، فشوفنا سعره نزل بنسبة 2% وكل دوت عشان يتنفس شوية، وبالفعل السعر نزل عند $2630.28. بس اللي متابعني هيقول طيب ما ده طبيعي، وانا هقول لك فعلا طبيعي، لان كلنا بنستنى اسبوعيا نشوف الدهب هيوصل لفين. طبعا المستثمرين قاعدين ماسكين الآلة الحاسبة وبيقولوا ترامب جاي وعامل زي العاصفة اللي مفيش حد عارف يوقفها. سياسته الجديدة ممكن تبقى زي البهارات اللي يا اما تظبط الطبخة يا اما تبوظها خالص. وداخل علينا الفيدرالي بيقول هسيب الفايدة مكانها شوية، ومرة واحدة سوق العمل يشاور يقول انا جامد وهفضل جامد. فطبعا الدهب هيقول طب وانا مالي، انا هنا اداة تحوط مش فايدة. واقصد بكلامي دوت ان الدهب يحمي فلوسك من الخسارة، مش علشان يدافع عن الفايدة. واحلى حاجة بقى في الدهب انه بيحب درامة الجيوسياسية، يعني اي حركة غريبة في العالم تلاقي الدهب يلبس البدلة الرسمية ويقولك انا هنا أأمن فلوسك. بس برضو الفايدة العالية بتفضل تضايقه وتقلل من جاذبيته. ولو كنت فاكر ان الفضة او البلاتينيوم او حتى البلاتين هيسكتوا تبقى غلطان. الفضة قالت انا كمان ممكن انزل بنسبة 2%، بس استنى عليا شوية. والبلاتينيوم كأنه واقف ورا الباب وبيقولك مع السلامة، انا للأسف هنزل 3%. اما البلاتين فطلع واحد من الناس اللي بيقول انا صحيح مكسبي قليل بس برضه بكسبك، فبإذن الله هنشوف ان هو هيرتفع بنسبة 1%. طيب كده انت عرفت توقعات الاسبوع اللي جاي، وعرفت ليه الدهب عامل دراما اكتر من مسلسلات رمضان. بس مش ده كل حاجة، عاوز مفاجأة؟ اخر فيديو على القناة شرحت لك فيه ازاي تستثمر في الدهب صح وتعمل مكاسب من غير وجع دماغ. ادخل شوفه دلوقتي عشان المعلومة اللي هتسمعها هناك ممكن تضاعف مكاسبك. وما تنساش شير فيديو لأي حد محتار يعمل ايه في الدهب. ولو عندك اي سؤال او محتاج استشارة تعالى كلمني على طول، وانا هنا عشان اساعدك. يلا اعمل لايك، اشترك في القناة، شوف الفيديو اللي فات، شارك الفيديو لكل حبايبك. صدقني هتوحشني بس ما تقلقش، ان شاء الله نتقابل انا وانت الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله.